ايوه، زي ما انت شفت في التايتل بتاع الفيديو من تحت ان في مناهج كتير قوي ملهاش شيتات وملهاش اكسرسايزز ولا براكتسنج، تدريبات انك تعرف تتدرب كويس. زي منهج مثلا اب ستريم من برايمري 6 ابتدائي، بريب 1 بريب 2 بريب 3، ملهاش اكسرسايز كتير. منهج زي بيونير، اي منهج من المناهج الصعبه دي بتنقسم الى يونتس او موديول. اليونتس بتبقى فيها vocabulary وفيها جرامر وفيها prepositions وفيها idioms وفي حاجات كتير قوي. الفكرة اني انا ممكن اكون فعلا ذاكرت كل الحاجات دي، بس ايه اللي هيخليني اأكد على المعلومة؟ فكرة ان انا اعمل practicing، ان انا احل كتير. ففي الشيتات اللي بتبقى موجودة في المدرسة زي البوكلتس ممكن اكون مخلصها، بس برضو انا محتاج اكسترا. المناهج دي كلها ما بقاش ليها practicing كتير. هقدم لك هنا ايه؟ هقدم لك هنا براكتسنج انك تحل معايا، وهقدم لك كمان شيتس انت تشوفها PDF هتبقى مكتوبة علشان تعمل براكتسنج تاني من اول وجديد، بحيث انك انت لما تخش على الاكزامز بتاعت سواء الميد تيرم او الامتحانات بتاعت الشهور بتاعت اكتوبر او نوفمبر او ديسمبر، تبقى الى حد ما واخد قسط كافي من التدريبات. انا مستر مارك عادل، خبرة 13 سنة في كل مناهج المستوى الرفيع. تقدر تعمل لها داونلود مفيش مشكلة. تابع الفيديوز اللي هتنزل، لان احنا من اول يوم 20 في الشهر ده هيبقى عندنا اول منهج اللي هو الاب ستريم اولى اعدادي، وده منهج دسم. دي دروس المدرسة اونلاين، وانا مستر مارك عادل. اتمنى انك انت تستفيد واكون ضيف خفيف عليك.